حلقتنا اليوم على فيلم على من نطلق الرصاص، إنتاج 1975، إخراج كمال الشيخ وسيناريو رأفت الميهي. قلنا قبل كده إن كمال الشيخ ورأفت الميهي كونوا ثنائي ممتاز، عملوا أفلام رائعة مع بعض زي غروب وشروق وشيء في صدري والهارب، لكن من أفضلهم من وجهة نظري كان على من نطلق الرصاص. على من نطلق الرصاص سيناريو صعب، جريمة قتل تجرنا لجريمة قتل أخرى تجرنا إلى جريمة فساد، وقصة حب بين طرفين كل طرف منهم كان بيكتمها جواه ولا يصرح بمشاعره للآخر، وعندنا أجواء إثارة وتشويق وحقائق كل ما نتفرج بناخد حتة منها إلى أن تكتمل الحقائق كلها في النهاية، وكل ده في نقد سياسي للفساد. وده العالم المفضل لكمال الشيخ، أفضل واحد يعمل أفلام أجواء تشويق وإثارة وجريمة، وده بان في أفلام كتير عملها. يعني كمال الشيخ كان في ملعبه في الفيلم ده، ومعاه السيناريست الرائع جدا رأفت الميهي اللي عمل شبكة عجيبة من العلاقات بين الشخصيات بمهارة كبيرة جدا، مع علاقة حب مفيش طرف فيها بيعرب عن مشاعره للآخر، وكل ده تم بحرفة عالية، والشخصيات مرسومة بعناية كبيرة. يعني شخصية مصطفى شخص مثالي له نشاط سياسي، تعرض لاعتقال أكتر من مرة، وده جعل منه شخص راديكالي متطرف في آرائه شوية، وحب واحدة ست لكن لم يعلن عن حبه ليها لأنها خطيبة صاحبه، واتجوز ست ما بيحبهاش وصعبة في العشرة، وصديقه اتقتل عشان يتدارى على قضية فساد بتورط فيها مسؤول كبير، والمسؤول ده بعد كده يتجوز من خطيبة صديقه اللي هو بيحبها. يبقى مفهوم ان شخص بالخلفية دي مرت بالظروف اللي زي دي قد تقرر الانتقام بعمل عنيف ضد المسؤول اللي هو بيرى انه برضه جزء من النظام اللي اعتقله، وكل ده مع تطور منطقي في الأحداث وإيقاع سريع جدا، ورسالة سياسية فيها إدانة للفساد بعنوان شديد الإثارة وهو على من نطلق الرصاص. ورسالة بتجينا من أحد الشخصيات في الفيلم إنه لا يكفي إنك أنت تكون نظيف ولا تشارك في الفساد، لكن الأهم إنك أنت لازم تتصدى له. المخرجين الكبار زي كمال الشيخ أصحاب الحرفة العالية لما بيكبروا بيبقوا زي النبيت بيحلووا، اسلوبهم بيبقى بسيط وسهل ومعبر جدا، وده بيبان في الفيلم ده بالذات. في اول الفيلم بنشوف لقطات في كادر مش كامل لراجل ماشي في وسط البلد من ظهره، ما بنشوفش وشه، وبعد كده الكادر بيبقى كامل وبنشوفه من قريب ومن بعيد في الشارع، ولما بيدخل في الشركة بيبقى ماشي فيها من ظهره، حتى الآن لا نرى وجهه. بنشوف وشه لأول مرة لما يقول للسكرتيرة رغبته في مقابلة رئيس مجلس الإدارة، وبينتظر شوية قاعد. بعد كده بنشوفه في كذا كلوز أب بيبان عليه توتر، كل ده بيعمل حالة تشويق احنا مش عارفين فيه ايه، وفجأة بيدخل دون إذن وبنشوف كلوز لوجه رجل منتظر متضايق ان في حد دخل دون انتظار، وبعدها نسمع صوت رصاص، ونشوف مطاردة جوه الشركة وفي الشارع، وفي الآخر الجاني تصدمه سيارة، ونشوف الجاني والمجني عليه داخلين نفس عربية الإسعاف في كادر واحد بنشوف الشوم، ما نعرفش الحكاية إيه ولا العلاقة بين الاتنين دول. اللقطة دي بتزود التشويق جدا. بعد كده الكاميرا بتتابع عربية المطافي وهي ماشية من خلال لقطة مركزة على سرينة العربية، والتترات تطلع والعربية ماشية واحنا متشوقين نعرف ايه الموضوع. كمال الشيخ ببساطة من اول الفيلم بيحطنا في حالة تشويق. وفي مشاهد المستشفى بنلاحظ تركيز على اتنين، زوجة الجاني وزوجة المجني عليه، الكاميرا مركزة معاهم قوي، واللقطات بتتنقل ما بينهم مع موسيقى تصويرية بتخلق حالة إثارة وتشويق. كمال الشيخ كان عاوزنا نركز معاهم لسبب هنعرفه بعدين، مش ان دي زوجة الجاني ودي زوجة المجني عليه، بل لان الاتنين بيحبوا نفس الراجل اللي هو الجاني. عندنا في الفيلم علاقة حب معقدة بين مصطفى وتهاني، الاتنين بيحبوا بعض لكن مفيش حد بيصرح بمشاعره للآخر، لأن تهاني مخطوبة لسامي صاحب مصطفى، وتهاني مخلصة لسامي لكن عندها إعجاب خفي بمصطفى.
كمال الشيخ بيبين لنا ده في المشهد اللي سامي ومصطفى وتهاني بيتمشوا سوا. بيبان في اهتمام مصطفى بتهاني اللي حتى بيظهر في شكل انتقاد، وبيبان عند تهاني من انزعاجها من نقد مصطفى له في لقطة بسيطة. بيبان انزعاجها من تعبير وشها، ولازم نقول ان سعاد حسني كانت تعبيراتها رهيبة في الفيلم ده. وعندنا مشهد تاني مهم جدا، لما تهاني تقابل مصطفى بعد ما اتجوزت رشدي في العربية. تهاني بتتكلم عن جوازها من رشدي وأسبابها، ومصطفى بنشوفه من ظهره في نفس الكادر باصص لقدام كتعبير عن غضب ولوم ليها، تكوين معبر جدا. وبنشوف لقطات قريبة لوجوههم وهو بيلوموا بعض، والانتقال بين اللقطات هايل. المشهد ده لوحده يورينا حرفة كمال الشيخ في تنفيذ مشهد فيه توتر ومشاعر خفية بين شخصين. مشهد التحقيق مع تهاني كان هايل، حركة الكاميرا، الإضاءة على وجه تهاني، واللقطات القريبة على وشها، أداء سعاد حسني مع موسيقى فؤاد الظاهري اللي بتعطي إحساس بالتشويق. مشهد بيورينا إن في مخرج كبير متمكن جدا من أدواته واقف ورا الكاميرا. التصوير في الفيلم ده كان لمحسن نصر، وهو مدير تصوير كبير، اشتغل مع يوسف شاهين ومحمد خان وعاطف الطيب وشريف عرفة، وعمل إضاءة كويسة جدا بالذات اللي كانت على وش سعاد حسني. وعندنا موسيقى تصويرية لفؤاد الظاهري كانت متوظفة صح. في بعض المشاهد كانت شعرية زي مشهد العربية بين تهاني ومصطفى، وفي أوقات أخرى كانت تعبر عن تشويق وإثارة زي مشهد المستشفى ومشهد التحقيق. مونتاج حسنوف كان هايل، عمل مشاهد كويسة بالذات في مشهد التحقيق والعربية. تراك الصوت لنصر عبد النور كان رائع، الدمج بين الحوار والموسيقى في المشاهد اللي كان فيها توتر وإثارة كان متنفس حلو قوي. ونصر عبد النور قيمة كبيرة في السينما المصرية. إدارة الممثلين كانت ممتازة. علي الشريف كان له مشهد هايل مع سعاد حسني. فردوس عبد الحميد في دور زوجة مصطفى كانت ممتازة جدا. سعاد حسني في الفيلم ده احنا بنشوفها في مرحلة ما بعد السندريلا، مرحلة النضج بتاعتها، وأدائها في على من نطلق الرصاص يعتبر من ضمن الأفضل في مشوارها الفني. نظراتها وتعبيرات وشها كانت غير عادية، وكمال الشيخ كان فاهم قدراتها قوي واداها مساحة كبيرة ولقطات كلوز اب كتير عشان يستفيد بالقوة اللي عندها في التعبير خاصة بعينيها. على من نطلق الرصاص فيلم فيه تكامل بين السيناريو والإخراج، التفاهم بين رأفت الميهي وكمال الشيخ كان روعة. عملوا فيلم ما اقدرش الاقي فيه غلطة، ايقاع سريع جدا، علاقات متعددة ومعقدة، قصة حب لا يصرح بها، أجواء فيها جرايم، ورسالة سياسية ما فيهاش خطب وتقاعر. ومحدش يقدر يعمل ده بالحرفة دي غير كمال الشيخ اللي هو حرفيا من أفضل المخرجين في تاريخ مصر، مع توظيف هايل للموسيقى والصوت والمونتاج سهل ممتنع بنشوفه في على من نطلق الرصاص. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، وما تنسوش الاشتراك في القناة.